غير مقبول تماما على اللي حدث في قسنطينة. الأمر الذي حدث أمس في قسنطينة غير مقبول تماما. يجب الاعتراف أن فريق بركان فريق قوي جدا. فاز بالبطولة قبل نهاية البطولة في المغرب، وننشر المقابلة اللي ربحوا فيها. يعني فريق متميز. سي لان دي فافوريت على كوب لا كافادي. استندبوا المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز سافيناني ولا سافيناني يعني مد للفريق اون اسيس دو جو اي تو سا، ولا فريق ديمي فينال كوب دافريك سي نورمال تكون بهذا المستوى. يبقاو لي مير. شوف اليوم النادي الرياضي القسنطيني ما كانتش في صالحه. المقابله تلعب على زوج مقابلات. نهضة بركان فريق قوي اللي عنده معيز الشعباني اللي هو ايضا عنده تجربه كبيره في افريقيا، فاز بلقبين تاع رابطه الابطال مع الترجي التونسي، اللي عنده لاعبين، عنده مدرب عنده تجربه. الاياب في الجزائر، هل هذا سيكون في صالح الفريق الجزائري اللي غير مقبول تماما على اللي حدث في قسنطينة؟ صراحه ما فهمتش انا. جاب لي ربي تحبوا ديروا المشاكل باش الصحافه تهضر عليها، ولا باش يهضروا علينا الجيران، ولا باش ديروا لنا مختلف المهازل. الامر الذي حدث امس في قسنطينة غير مقبول تماما. يجب الاعتراف أن فريق بركان فريق قوي جدا. فاز بالبطولة قبل نهاية البطولة في المغرب، وننشر المقابلة اللي ربحوا فيها. يعني فريق متميز. سي لان دي فافوريت على كوب لا كافادي. استندبوا المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز سافيناني ولا سافيناني يعني مد للفريق اون اسيس دو جو اي تو سا، ولا فريق ديمي فينال كوب دافريك سي نورمال تكون بهذا المستوى. يبقاو لي مير. شوف اليوم النادي الرياضي القسنطيني ما كانتش في صالحه. المقابله تلعب على زوج مقابلات. نهضة بركان فريق قوي، وخاصة يعني المقابلات العودة اللي يعرف يحسن اللعب خارج الديار. شفناه في كاس المقابلة الأخيرة أمام أبيجان، وين فاز 1-0 في كوت ديفوار، و1-0 في بركان. في نهضة بركان اللي عنده معيز الشعباني اللي هو أيضا عنده تجربة كبيرة في إفريقيا، فاز بلقبين تاع رابطة الأبطال مع الترجي التونسي، اللي عنده لاعبين، عنده مدرب عنده تجربه. هذا شيء مؤسف كما على بالنا. انا نقول باللي اونكور فوا مره اخرى صوره غير مشرفه للكره الجزائريه. هذا شيء مؤسف للجزائر اولا وللكره الجزائريه. الاياب في الجزائر، هل هذا سيكون في صالح الفريق الجزائري؟ عندك دو فاسون لو ماتش روتور يتلعب في بلادك صافي دير صح. هذه وحده. بصح انت قبل ما تخمم الماتش روتور في بلادي لازم ندير ماتش في الخارج. الناس راهي تطور وراهي تطلع في المستوى تاعها، تصلح الكره تاعها. مي احنا مالوريزمون احنا في الجزائر توجور كاين كما نقولوا الناس راهي تدير في العراقيل، والناس ما راهيش تخدم خدمتها، وكاين الناس اللي ما عندهمش كفاءه باش يكونوا في هذا كما نقولوا في هذه المنظومه هذه. تبهديله كبيره، واحد ما قال ماتش مخدوم ولا ربي تشراوه ماشي احنا لا ما قدرتش تاخذ ديسيزيون، ما كانتش عندك شجاعه باش تاخذ ديسيزيون باش تقرر. جيت تلعب كونتر المغرب خاصني نربح باي طريقه. هذه راه مقابلات كره قدم، راكم شوهتونا تبهدلنا مع العالم. هذه شوهه راكم ديروا فيها. هذه شوهه. عاطيهم سيدي موسى وجري ومنا بغيت تدخل فيها الدبلوماسيه والسياسيه. غادي نربح القجع ونربح المغرب ونربح هذيك باش يطلعوا لي شويه في لي بوان. تشوف بركان كي غادي دير لك، تفرج البركان كيفاش غادي دير لكم كره قدم. الكره في الكازو، وغتشوف كي غيديروا لك في الكازو. هذه غير نهضه بركان ديال المغرب. المغرب زوارين ماش داغي معاهم في حرب. عيطوك من التليفون مشي دير هذاك البروباغندا الخاويه، ولكن ضغط على اللعابه. علاش هاد مع شباب قسنطينة ما درتوش من الاول ديال البطوله؟ ولا جات غير كونتر المغرب. خاصنا نبانو وخاصنا نجيبو الجيش ونجيبو الروينه باش نديروا هذاك الضغط على نهضه بركان والمغرب وكذا من. ولكن بالعكس انت راك درت الضغط على شباب قسنطينة وضغط سلبي وتاكل فيه الدق وتنهزم فيه بحصه كبيره. هذه وحده. ثاني حاجه، انتوما توجور تبانوا غير في العرس. يعني دروك بنت انت غير في هذا العرس ديال شباب قسنطينة عندها عرس مع جواريننا مع خوتنا مع فريق نهضة بركان. الناس هذو يعني بركان راه عندها تاريخ وعندها تاريخ في هذه 4 ديال النهائيات الشريف ودايا زوج. واش شباب قسنطينة دايره كيما الزمالك عامين وهي تقاتل هي وياها، والزمالك داتهم غش. ما باش تقول لي نتايا غادي نمشي وندير البروباغندا وشوفوني وتصريحات وندير ضغوطات على اللعابه وندك في اللعابه باش يمشيو للمغرب. واش غادي دير في المغرب؟ غتمشي تنهزم.
عادي مقابله نورمال عادي، نمشي نلعب كره قدم، الا فزت ولا نهاز نصفق ونجي خارج. بصح انت درك جاي دير في البروباغندا ديال الدوله خاصني نربح المغرب. علاش؟ المغرب راه متفوق عليا يمكن في السياسه ولا في الدبلوماسيه، لانهم صافي طحنوني. خاصني نرد شويه، نبين شويه، ندير فيها بطال. هذه المقابله خاصني نردوا فيها بطال. عيب هادشي اللي درتو فيه، والفتنه اللي راكم داخلين فيها عيب. عيب راه غادي ما بقى الا شويه وما نبقاوش كاع نبانو كاع في وسط الخريطه. هذه هي الحقيقه. عيب باش وصلنا لواحد المستوى متدني. عيب فاروق غادي تلعب النصف النهائي. هذاك الشيء يندار في النهائي، يندار في الالقاب. من يديو لقب تجي، بصح انت جاي اليوم من الاثنين حتى الماتش ديال الحد بالضغوطات. دايهم لسيدي موسى في واحد المركز مساكين، بلع عليهم. منا ما فهمتش، طياره خاصه، الملايين الدولارات يطردقوا على اللعابه. راه هادشي راه قال لك الحاجه من تزيد عند حدا راه غادي تقيسك انت. وهادشي اللي صار فيكم نتوما راه ما فهمتش انا. واش هاد المغرب مرضكم حتى لهاد الدرجه؟ مرة أخرى يفرض فريق نهضة بركان اسمه بقوة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويحقق فوزا مستحقا ومقنعا على حساب شباب قسنطين الجزائري في ذهاب نصف النهائي على أرضية ملعبه بمدينة بركان. عرض مميز من الفريق البركاني، أداء جماعي منسجم وانضباط تكتيكي كبير جعل الفريق يسيطر على مجريات اللقاء. الهدف لم يكن فقط الفوز، بل توجيه رسالة واضحة: الفريق البركاني قادم بقوة نحو اللقب. الهزيمة لم تمر مرور الكرام في الإعلام الجزائري الذي عبر عن استيائه، خصوصا في ظل حساسية المواجهة التي تعود جذورها إلى الموسم الماضي، حين اندلعت أزمة سياسية كروية بسبب قميص نهضة بركان الذي حمل خريطة المغرب كاملة، وظلت تداعياتها حاضرة حتى اليوم. لكن النتيجة اختلفت الآن، ونهضة بركان يتفوق هذه المرة فوق أرضية الميدان وبأداء لا غبار عليه، ليؤكد مرة أخرى أنه أصبح كابوس الكرة الجزائرية في كأس الكاف. اكتبوا لنا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.